القانونيه هتعمل ايه؟ يا هيطلع قرار سلبي يا هيطلع قرار ايجابي. مخالفه صارخه للوائح الفيفا. في البداية لا يجوز اللجوء للقضاء أو المحاكم العادية وفقا للمادة 58 الفقرة الثانية من النظام الأساسي للفيفا. تمام. يحظر اللجوء إلى المحاكم العادية ما لم ينص على ذلك على وجه التحديد في اللوائح، ومفيش حاجة في اللوائح بتقول لك تروح قضاء عادي. ويحظر أيضا اللجوء للمحاكم العادية فيما يتعلق بجميع أنواع التدابير المؤقتة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتك إذا كانت دي أول مرة بتشاهدني أو بتشاهد القناة، يا ريت حضرتك تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل منشور جديد ننشره. ومن فضل حضرتك فضلا وليس أمرا تضغط لايك للفيديو عشان ينتشر ويوصل لكل المشتركين معانا في القناة. على بركة الله نبدأ الفيديو. أنا جايب النهاردة لحضراتكم وجبة دسمة جدا 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 وخفيفة جدا. اولا انا جايب لكم من قناة النادي الاهلي من برنامج الترند الاستاذ محمد سعيد. على فكرة لكل الاصدقاء في القناة، محمد سعيد من في الترند بالذات اللي محدش بيتفرج عليها، محمد سعيد بيجيب انفرادات، بيتكلم عن مشكلة وعقوبات اللي هتقع على بيراميدز وهو جايبها كده من الكواليس، اصلا ملهاش حل. يا القرار بعد ما الاتحاد الكوره حول الملف للشؤون القانونيه، يا هيطلع قرار سلبي يا هيطلع قرار ايجابي. وعشان ما احرقش نشوفه وبعدين نرجع لبعض. الشؤون القانونيه. اتحاد الكره استلم مذكره الاهلي ودرس المذكره واحالها الى الشؤون القانونيه. الشؤون القانونيه هتعمل ايه؟ لان الملف ده على فكره النادي الاهلي بيتحرك فيه بشكل قانوني سليم جدا. واقول لكم في الكواليس، الناس في اتحاد الكوره مش قادره تستوعب وتفهم ليه نادي بيراميدز اقدم على هذه الخطوه. لان خطوه زي دي بتحرج اتحاد الكوره قبل ما بتحرج الانديه بشكل عام. لان انت هنا لم تلتزم بلوائح الاتحاد الدولي ولا لوائح اتحاد الكوره. ولما يكون الاتحاد الدولي ليه لوائح واضحه في هذا الامر، يجب انت كنادي ان تحترم هذه اللوائح ولا تسبب حرجا للاتحاد الوطني، الاتحاد المحلي مع الاتحاد الدولي. معلوماتي الناس في اتحاد الكوره مستاءة جدا جدا من الموقف اللي خرج من محمد الشيبي ونادي بيراميدز. والاخبار اللي بتخرج من نادي بيراميدز للصحف المغربيه في الساعات الاخيره مش كويسه ومش صح. ولازم الناس تتعامل مع الملف ده داخل اطار المنظومه الكرويه المصريه. تاني وهم فاهمين انا اقصد ايه. الناس الاشقاء في المغرب لما بيتكلموا في اي خبر جاي لهم بيبقى مصدر ثقه. فانت لو عايز تصرح عندك هنا صحافه بلدك، ما تكبرش الموضوع وتروح لجهات خارجيه. لان انت عندك هنا اتحاد كوره وكان عندك طرق قانونيه تقدر تطعن بيها على قرار لجنه المسابقات. كون ان انت ما عندكش فكره عن اللوائح او انت كان ليك سكه تانية عايز تاخدها، ده امر يخصك. ولكن النادي الاهلي بيدافع عن اللاعب بتاعه طبقا للوائح والقوانين. لان النادي الاهلي كان اول جهه رسميه تصدر عقوبه من خلالها ضد حسين الشحات. والنادي الاهلي ادان هذا التصرف داخل الملعب. اللي التصرف ده كان جزء من المباراه على فكره. المشكله دي ما كانتش في الشارع، المشكله دي كانت في الملعب. وتقرير المراقب ذكر ده في الملعب. والعقوبه صدرت لانها بناء على مشكله صدرت داخل الملعب. ولجنه المسابقات خدت قرار لان الامور تختص بها لجنه المسابقات. ولجنه الانضباط لم تستطع اتخاذ قرار لان هذا الشان بما انه ذكر في تقرير المراقب، فبالتالي الامر كان بيخص لجنه المسابقات. احنا مش بنتخانق على شارع في الشارع ولا بنتخانق على الناصيه فنروح لاسم الشرطه. الامر امام جهات التحقيق، كل الثقه في جهات التحقيق بنثق فيها بشكل 100%. لكن هذا امر رياضي انا بتناقش فيه وبتكلم عليه. الشق القانوني ليس لي فرصه او مجال ان انا اعلق على امر امام جهات التحقيق كشكل قانوني. ولكن انا بتكلم على الشق الرياضي. الشق الرياضي ما صدر من نادي بيراميدز في هذا الامر مخالفه صارخه للوائح الفيفا. عشان كده النهارده اتحاد الكوره احال الامر للشؤون القانونيه. والشؤون القانونيه هتقول حاجه من الاثنين: يا ترفع توصيه باحاله الملف للجنه الانضباط سواء للاعب او للنادي،
يا اما ترد رد سلبي على الاهلي، يا اما ترد رد سلبي على الاهلي. وفي الحالتين هيبقى في اتجاه من النادي الاهلي. لو الامر هيصدر للجنه الانضباط، الاهلي هيستنى يشوف موقف لجنه الانضباط والقرار اللي هيتخذ ضد اللاعب وضد نادي بيراميدز. لكن لو في رد سلبي، الاهلي على طول عنده رد، وفي لجنه انضباط في الفيفا، وفي محكمه رياضيه، في اجراءات قانونيه، في اجراءات قانونيه كفلها الاتحاد الدولي لاي شخص او لاي مؤسسه رياضيه تخرج عن اطار اللوائح المنظمه للعبه كره القدم. لان الامر ده لو استمر بالشكل ده هتبقى خناقه شوارع في كل المباريات، كل واحد تحصل معاه مشكله يطلع على اسم الشرطه. وانتوا في اتحاد الكوره اكتر ناس كنتوا دايما بتقولوا لاي حكم بيتعرض لاي اساءه او لاي ضرب، القرار هيجي لك وحقك هيجي لك من اتحاد الكوره، وعندك اطر قانونيه داخل مبنى الجبليه تقدر تجيب بيها حقك. لكن الخروج خارج اطار اللوائح والنظم المنظمه للمسابقات ده امر مرفوض من اتحاد الكوره، وده بيحصل مع كل الحكام او بعض الحكام اللي كانوا بيتعرضوا لبعض المواقف في المباريات القسم الثاني والثالث تحديدا، لان دي اكتر مباريات ممكن يحصل فيها مشادات ومشاكل في المباريات. وبالتالي هذه الخطوه بننتظر نتيجتها. ولكن اتحاد الكوره بما انه احال الامر للشؤون القانونيه، الشؤون القانونيه هتدرس الامر قانونا وطبقا للوائح، وهتصدر توصيه لمجلس الاداره، وهي التوصيه هتبقى حاجه من الاثنين، يا رفع الامر لجنه الانضباط، يا اما للاسف ممكن يكون رد سلبي. لكن في الحالتين هنشوف القرار الفتره الجايه، والملف ده الاهلي مش هيسكت عنه، لان ده سابقه تاريخيه ومخالفه صارخه من نادي بيراميدز ومن لاعب نادي بيراميدز. ومحدش يقول النادي ملوش علاقه، ده لاعب في النادي بيخضع لقوانين النادي، بيخضع للوائح النادي، فما يقدرش يعمل اي تصرف فردي دون الرجوع لاداره النادي، لانه في عقده بيلتزم باللوائح المنظمه سواء للنادي او للمسابقه. ودلوقتي انا جايب لكم الاستاذ ابراهيم عبد الجواد في برنامج الهدف على اون تايم سبورت 2. يعني هو يعني جايب خبير اللوائح الاستاذ عامر العمايره، على اساس ان عامر العمايره ده يعني بجد المهندس عامر العمايره ابتدت كل القنوات المصريه تلجأ اليه وتستشهد به بعد في مش عارف بيوم مين وبتاع مين ومرسي مين اللي ما نفعوش وما بيقولوا كلام اي كلام. المهم نسمع عامر العمايره قال ايه بالظبط طبقا للوائح وبنصوص اللوائح، ونرجع لبعض. في الاستاذ عامر العمايره خبير اللوائح. يا استاذ عامر ازي حضرتك، ومشرفنا ومنورنا على شاشه اون تايم سبورتس 2 وتحديدا على برنامج الهدف. السلام عليكم، ازيك يا استاذ؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. وعايز اسالك سؤالين محددين. السؤال الاول من شقين: هل يحق للاعب انه يشتكي اي طرف من اطراف المنظومه سواء لاعب او غيره الى القضاء الاداري او المدني؟ ده الشق الاول من السؤال الاول. الشق الثاني من السؤال الاول: هل لجوءه او عدم لجوءه للقضاء الاداري او المدني يتوقف على ان الواقعه دي داخل حرم الملعب، خارج حرم الملعب، اثناء المباراه او خارج اثناء المباراه؟ طيب، في البدايه لا يجوز اللجوء للقضاء او المحاكم العاديه وفقا للماده 58 الفقره الثانيه من النظام الاساسي للفيفا. يحظر اللجوء الى المحاكم العاديه ما لم ينص على ذلك على وجه التحديد في اللوائح، ومفيش حاجه في اللوائح بتقول لك تروح قضاء عادي. ويحظر ايضا اللجوء للمحاكم العاديه فيما يتعلق بجميع انواع التدابير المؤقته. دي اول جزء. الجزء الثاني الماده 38 من لائحه الانضباط بالاتحاد المصري بتقول اللي يحظر على اطراف اللي هي الانديه لا يجوز للانديه والمسؤولين واللاعبين اللي هم عناصر اللعبه اللجوء للمحاكم المدنيه او الاداريه لحل نزاع رياضي. ادي ايه؟ اول مادتين. تمام. طيب، في حاجه ثانيه بقى. الدستور المصري اللي هو ابو القوانين في الماده 84 منه يقول لك وينظم القانون شؤون الرياضه والهيئات الرياضيه الاهليه وفقا للمعايير الدوليه. ده الدستور. لو حد بيقول لك في قانون، لا، ده الدستور عاوز تنظم حاجه المعايير الدوليه وكيفيه فصل في المنازعات الرياضيه. الدستور بتاعك بتاع دوله مصر اللي اعلى من كل القوانين يقول لك عندك مشكله رياضيه الفصل فيها للمعايير الدوليه. فالدستور ادى الحق للماده 58 للفيفا. أيوة. تمام؟ فما ينفعش يروح. دي اول جزئيه. حلو. طيب،
تمام. قصه بقى ان الواقعه خارج المباراه، البعض بيقول لك ان عشان هي خارج المباراه فبتعامل ان هي معامله حاجه ملهاش علاقه بالمناسبه الرياضيه. لا انا مش عايز يعني استدل لا في ما انا هقول لحضرتك بس يا استاذ عامر محمود جاد. ما انا هقول لك بس على حاجه. طب اسمعني بس، انا عايز زي ما حضرتك قلت كده واستشهدت واستندت الى لوائح وقوانين، قول لي هل برضو في لوائح وقوانين بتقول انه سواء الواقعه داخل المباراه او خارج المباراه ده برضو بينطبق عليها نفس اللوائح والقوانين اللي حضرتك ذكرتها؟ طيب ايه هي بقى اللوائح؟ هذكر لك مواد. اول حاجه، انت الاتحاد المصري لائحه الرابطه بتقول لك ان المسابقه خاضعه للوائح الكاف ولوائح الفيفا. تمام. طيب لائحه الكاف اللي هي للانضباط عاقبت اللاعب محمود جاد في منتخب مصر لما اعتدى بالضرب، كانت واقعه كده في اوضه الملابس في الممر في اوضه الملابس على فرد من المغرب، تم ايقافه، كان 4 مباريات. وكده ده كان في اوضه اللبس يعني بعيد عن في الكوريدور، واتعملت وممكن ترجع ليها في كاس افريقيه. تمام. اللاعب جريندو واللاعب فريد شوقي وفي مباراه النادي المصري اشتبكوا مع الحكم السلمي التونسي بعد المباراه، وكانت يعني داخله في ضرب للحكم، وتم عقاب كل واحد فيهم 4 مباريات، ودي بعد انتهاء المباراه. تمام. يعني طيب. حاجه فدي واقعتين في الاطار ده. ايوه. زائد بقى. طيب في حاجه تانية، اللي ليه لجنه الانضباط ما فصلتش في الدعوه دي وكانت ريحتنا؟ اللي ماده 11 في اداره المسابقات بتقول لك تخصص اداره المسابقات دون غيرها في تطبيق اللائحه والعقوبات. عشان كده الانضباط ما اشتغلتش، عشان الماده 7 في لائحه الانضباط بتقول لك اللي تطبق لائحه الانضباط على جميع عناصر اللعبه في حاجه لا تقع ضمن اختصاص هيئات اخرى او لجان اخرى، واداره المسابقات بالعقوبات دي تبع المسابقات. فهنا ما ينفعش الانضباط كانت دخلت تحكم فيها، وبدليل كده اللي هم رفضوا نظر الدعوه. لو رجعت برضه هتلاقي الدعوه اترفضت، واترفضت في الاستئناف عشان هي اقل من 6 مباريات. فانت كده الاطر القانونيه خدوها اللعيبه، وبتقول لك القرار اتاخد صح. تمام. استاذ عامر، في جزئيه اخرى، المسؤولين في بيراميدز بيقول لك طب ليه الاهلي معترض على لجوء الشيبي للمحاكم المدنيه او للقضاء الاداري، والاهلي برضه كان لجأ للقضاء الاداري او القضاء المدني في بعض الوقائع المماثله؟ رد حضرتك على ده ايه؟ طيب الاهلي لجأ في الشق بتاع بطلان لجنه الانضباط. تمام. مفروض الاختصاص لمركز التسويه والتحكيم طبقا للقانون. أيوة. تمام. ما ينفعش اروح لاتحاد الكوره اشتكي في لجنه معينه، مركز التسويه. طب الاهلي ليه خالف وراح القضاء الاداري؟ اقول لك في قرار صدر يوم 11 ابريل 2023 من المحكمه الدستوريه العليا، اعلى محكمه في مصر. مذكور فيه ايه؟ مذكور انعدام وجود مركز التسويه والتحكيم الرياضي المصري وزوال الدعوه التحكيميه، كان حد أيوة. عامل حاجه، فانت كده ما بقاش موجود. فالاهلي ارتكل للقانون اللي قبل قانون الرياضه ده، اللي هو كان بيقول لك قبل وجود مركز التسويه اللي هو دلوقتي منعدم اروح لمين؟ للقضاء الاداري. عشان كده راح للقضاء الاداري في الواقعه دي. تمام. والقرار موجود، هو قرار 12 في الجريده الرسميه، عشان بتوع بيراميدز لو عايزين يراجعوا الجريده الرسميه عدد 14 مقرر به في 11 ابريل 2023 منشور طيب. في الجريده الرسميه. السؤال الاخير بقى يا استاذ عامر، دلوقتي انا كلاعب اي لعيب بغض النظر بقى عن الشيبي وحسين الشحات، لو كان في موقف الشيبي او الصح اللي كان المفروض يعمله الشيبي، ان هو لما تم توقيع العقوبه لو فرضنا ان العقوبه دي مش عاجباه، المفروض كان يعمل ايه؟ المفروض كان يتم اول حاجه لجنه المسابقات ادي بمباراتين بناء على تقرير حكم سوق رياضي. من حقك تعترض على دقه تقرير الحكم والمراقب. لو لا يعني قصدي لا، انا اللي اقصده انا مش بتكلم على الاسانيد القانونيه يا استاذ عامر، انا بتكلم يلجا لمين؟ يعني يلجا للجنه. ما عليهاش استئناف، اصل مباراتين ما عليهاش استئناف، باخد حقي ازاي؟ الاتحاد الدولي اتاح لك حاجه، لو مثلا انا كعامر مراقب مباراه او كنت الحكم، فعامر ما كتبش بما يرضي الله في التقرير، قال مثلا اللي ما حصلش حاجه، فانا شايف الجزئيه دي مش صح، بقدم طعن في التقرير واقدم اثبات على عدم صحه ده، اللي هو مثلا اقدم فيديو ادي الواقعه. ده كان يحصل اول ما تطلع العقوبه، ودي موجوده ويقدم للجنه المسابقات. ده مش طعن، مش الانضباط. بشكك في صحه التقرير، وادي الدليل اللي المراقب ما كتبش بما يرضي الله، فعيدوا تحقيقكم وقراركم والتاني بناء عليه. ما ردوش عليا او ما لا ما يقدروش ما يردوش عليه. ليه؟ اللي دي
سند اساسي. لو ما ردش عليك ساعتها وعدى 72 ساعه تقدر حضرتك ترفع لاتحاد مجلس اداره الرابطه اللي هو المسؤول اللي بيصدع على القرارات اللي ادي دليل وما تمش الاتخاذ بيه وفي تحيز من اللجنه اللي بتحكم، كان ساعتها هيتبت فيه. وتقدر تصعد نقطه بعد كده. يصعد فين بقى بعد كده؟ انا عايز افهم منك وافهم الناس التسلسل القانوني. اللي هو يبت في الطعن بتاعك، فتروح لجنه استئناف تقول لجنه المسابقات ما وافقتش، فانا مقدم دليل اهو بستأنف عليه قدام الاستئناف طالما هم رفضوا احتجاجي. انا مقدم احتجاج على تقرير الحكم. تمام. فانت هترفضه، ارفض، هاخد الرد، اروح لجنه استئناف اقول اللي انا مقدم الدليل اهو تم الاعتداء واحد ده، وكان هيتاخد الاجراءات دي. ممكن نقطه وقعت من اللي كان ماسك الموضوع، لو قرا قانون الفيفا التأديبي والكاس هيلاقي اللي انت من حقك تطعن لو معاك دليل في تقارير الحكام والمراقبين وفي اي دليل. وضحت تماما. الدليل اللي هتقدمه ما يكونش يهم شخصيات او حاجه، يعني ايه ما بيمثلش بحد ولا حاجه دينيه يعني انت ما بتسقش لحد. تقدم دليل ينفع يتنظر فيه. واخيرا حضرتك اذا كنت وصلت معايا للنهايه، اشكر حضرتك لحسن مشاهده حضرتك، وما تنساش حضرتك لو ما كنتش اشتركت بالقناه تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس، وفضلا وليس امرا تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل المشتركين. وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.